تمام. يبقى هنا لما بنيجي بنتكلم عن الحياه الاقتصاديه بتاعتنا، نتكلم فيها عن الاساسيات بتاعتنا، ان ربنا سبحانه وتعالى منح مصر عديد من المقومات، خلاص جعل ليها تعدد في الحياة الاقتصادية. أولها هتكلم فيها عن نهر النيل. نهر النيل، أنا بقول إن نهر النيل هو عامل أساسي وعامل رئيسي لقيام الزراعة في مصر. وبالتالي الأنهار بوجه عام هي عوامل من العوامل الرئيسية لقيام أقدم الحضارات الزراعية، لأن قديما الحضارة كانت قائمة على على الزراعة، سواء في مصر، سواء في العراق، سواء في اليمن، سواء في بلاد الشام. الأماكن ديت الأساس بتاعها الأنهار، الزراعة. تمام. وبنقول إن نهر النيل هو أحد عوامل التنمية طبعا الاقتصادية. فلأن نهر النيل هو من أهم العوامل الرئيسية لقيام الزراعة، وبالتالي ده هنا بيكلمني فيه عن مجال الزراعة وهنتعرف عليه. طيب لو بصيت على الثروات المعدنية، الأحجار والمعادن، قال لي دي كانت سبب في نهضة مصر في مجال في مجال الصناعة والفنون. يبقى هنا الثروة المعدنية والأحجار كانت مجال مجال الصناعة. طب الموقع المتميز والسواحل التي تطل عليها مصر على البحرين، البحر الأحمر والمتوسط، وبالتالي نهر النيل، ده جعل إن مصر مركز حضاري وعالمي طبعا في مجال في مجال التجارة. طيب يبقى احنا دلوقتي لما هنيجي هنتكلم على ثلاث مجالات: الزراعة والصناعة والتجارة. عندي مقومات أساسية لقيام هذه المجالات أو تعدد المجالات ديت هنا في مصر. هلاقي هنا نهر النيل، هلاقي أحجار ومعادن، هلاقي موقع متميز وسواحل البحرين. طيب لو بصيت هنا في البداية أتكلم فيها عن عن الزراعة. اني بقول ان ارتبط المصري القديم بالارض الزراعيه. لو احنا بصينا على البدايه بتاعتنا، قلنا ان كان المصري القديم يسكن فوق الهضاب، فلما حصل الجفاف انتقل الى الى وادي النيل. ولما نزل وادي النيل لقى ارض، لقى ميه، عرف الزراعه، استقر، بقت في بقت في حضاره. فالحضاره المصريه العريقه دي كلها اساسها كان كان الزراعه. تمام. اساسها كان الاستقرار وتعاون الافراد ما بيننا وبين بعض. يبقى هنا المصري القديم ارتبط اساسا بالارض بالارض الزراعيه ودافع عنها منذ القدم. هنا عندي ان المصري بيدافع عن بيدافع عن ارضه. وقلنا ان الارض الزراعيه هي اساس رخاء البلاد وثرواتها، هي اهم مصدر من مصادر الدخل للمصري للمصري القديم. مصر زمان كانت معروفه بان هي مخزن مخزن للغلال. الغله معناها القمح، معناها المحاصيل الزراعيه. فمصر بخصوبه تربتها، تمام، هنلاقي ان هي ان هي اساس رخاء البلاد وثرواتها كانت الزراعه. كانت مصر هي بلد زراعيه في المقام الاول. تمام. مم. اوكي. طيب الحياه الزراعيه لما نيجي بقى نتكلم عنها، هنتكلم عن هنتكلم عن المحاصيل، هنتكلم عن الملكيه الزراعيه، هنتكلم عن دور الدوله في التنميه الزراعيه، هنتكلم عن تربيه الحيوانات والصيد. طب اولا كده المحاصيل الزراعيه اللي اشتهرت بيها مصر، بقول ان هنا تعددت المحاصيل الزراعيه في مصر الفرعونيه، وكانت اشهر المحاصيل اللي موجوده عندي القمح والشعير كحبوب، البقول كالعدس والترمس، نباتات الالياف زي الكتان لصناعه النسيج، خضروات زي البصل والثوم والخس، اشجار مثمره زي البلح والعنب والتين، نباتات زيتيه زي السمسم، وده طبعا لاستخراج لاستخراج السمسم. والكلام ده مش من قديم الزمن بس، ده كمان القرآن قال على مصر كده: اهبطوا مصر فإن لكم ما ما سألتم. اهبطوا مصر فكلوا من فومها وعدسها وبصلها. ماشي، الفوم اللي هو الفول يعني، بقوليات. تمام. فهنا القرآن كمان أثبت لنا إن المصريين القدماء كانت الحبوب ديت موجودة موجودة عندهم منذ القدم. يبقى أنا دلوقتي لو جه سؤال وقال لي من أشهر الحبوب اللي كانت موجودة عندي في مصر، هقول له القمح الشعير. البقول زي العدس والترمس. تمام. بقوليات اللي هي حاجات اللي هي حبوب ليها فرقتين يعني. فهنا عدس عدس وترمس. نباتات الالياف، ودي بتستخدم في صناعه صناعه النسيج زي الكتان. ما كانش عندنا قطن زمان،
هي القطن دخل عندنا مصر يعني ايام محمد علي، انما منذ القدم عندنا الايه، عندنا نبات اللي هو الكتان. الخضروات زي البصل وزي الثوم وزي الخس، الكلام ده كله ده موجود حتى الايه، حتى الان. الاشجار المثمره، البلح والعنب والتين، ودي كانت من اشهر الايه الفاكهه اللي كانت موجوده وما زالت موجوده حتى الان. كل الفاكهه اللي بعد كده ديت برضو دخلت علينا حديثا. نباتات زيتيه زي السمسم، وكان بيتعصر عشان يستخرج منه الايه، منه الزيوت. فكانت مصر هنا بتحقق اكتفاء اسمه اكتفاء ذاتي. ماشي. فكانت مصر عندها اكتفاء ذاتي خلاص. ما كان، ولذلك لما نيجي بعد كده للحروب اللي كانت في مصر، هنلاقي ان مصر لا تعتدي على دول. ليه؟ لانها الحروب زمان كانت من اجل الطعام، من اجل الاكل. فمصر هنا ما كانت عندها ده كله، فما كانتش بتحارب. مصر كانت عندها اكتفاء ذاتي من هذه المحاصيل الزراعية، ما عدا فترات الكوارث وقلة الايه، وقلة الفيضان. الكوارث هنا حدوث الجفاف، والفيضان برضه نفس الايه، نفس الفكره. وديت كانت بتحصل عندنا في فصل الشتاء. بالنسبه لايه، بالنسبه لنهر النيل. نهر النيل كان عندنا بيكثر في فصل الايه، فصل الصيف. وزي ما احنا شايفين كده، كانت مصر بتخزن الغله، الغلال، في حاجه اسمها صوامع، وهي اماكن لتجميع وحفظ الايه، حفظ الغلال، الحبوب. وكانت بتخزنها بطريقه معينه، بحيث ان هي تحافظ ايه، تحافظ عليها. وزي ما احنا شايفين كده، لو احنا كبرنا الصوره شويه، هلاقي ان ان العمال عاملين فتحه كده من فوق، تمام، وفي باب من تحت. فيحط الغله من فوق، تمام. فايه فالقديم الغله يبقى تحت، فلما يفتح الباب ياخد من الايه، ياخد من القديم، والجديد يبقى فوق. فاهمه؟ فطبعا كده ده بيحافظ على ايه، بيحافظ على الغله، وان هو ياخد الاقدم فالايه، فالاقدم. فحتى ده نوع من انواع الذكاء اللي كان موجود. وطبعا هنا الصوامع دي كانت مبنيه من الطوب اللبن، وبالتالي كان بيحافظ على الايه، على الغله نفسها، او على الحبوب، بالشكل اللي هو الشكل المخروطي اللي احنا شايفينه دلوقتي. تمام. يبقى هنا دلوقتي اهم المحاصيل اللي موجوده عندي زي ما قلنا: حبوب، قمح وشعير، بقول، عدس وترمس، نباتات زي الالياف زي الكتان وديت لصناعه النسيج، خضروات زي البصل والثوم والخس، اشجار مثمره زي البلح والعنب والتين، نباتات زيتيه زي الايه، زي السمسم. تمام. لكن نشوف السؤال ده ونحله مع بعض. هنا بيقول لي: يرجع السبب وراء بناء المصريين القدماء للصوامع إلى رغبتهم في تحقيق التكامل الزراعي، الأمن الغذائي، فائض للتصدير، تنوع في الإنتاج. عايز أفكر الأول، أفكر الأول. هنا المصري القديم بنى الصومعة ديت ليه؟ علشان يبقى في تكامل اقتصادي، تمام، ولا في فائض للتصدير، أعمل فائض عشان أصدره، ولا يبقى في أمن غذائي، يبقى في عندي مخزون للعمليه الغذائيه، ولا في تنوع في الانتاج. أمن غذائي. طبعا ده الاساس اللي هنا عندي، اللي هو الامن الايه، الامن الغذائي. تمام. طيب يبقى ده مم. بالنسبه اول حاجه عندي اللي هو المحاصيل الايه، المحاصيل الزراعيه. طيب بالنسبه للملكيه الزراعيه، ايه حوار الملكيه الزراعيه دي؟ قال لي ان ما كانش فيه قديما ان الفلاح يكون ليه ملكيه للارض. جميع الاراضي الزراعيه في مصر القديمه في البدايه كانت ملك للايه، ملك للدوله، ملك للفرعون. طبعا ملك للدوله ممثله في الايه، في الفرعون. الفلاحين بيعملوا ايه؟ الفلاحين بيقوموا بزراعتها بس. الفلاحين بيقوموا بايه؟ بيقوموا بزراعتها. طيب، وبيبقوا مسؤولين عن دفع الضريبه. طب هيدفعوا الضريبة مال؟ لا، ده بيدفعوا الضريبة جزء من المحصول، هو الجزء الأكبر من المحصول للدولة كإيه؟ كضرائب. تمام؟ طيب، ولكن في بعض الأوقات ظهرت ملكية إيه؟ ملكية خاصة. طب الملكية الخاصة دي كانت لمين؟ هل لكل الناس؟ لا، دي كانت بتمنح الفرعون نفسه بقى بيمنحها للجنود، ودول جنود مخلصين بالنسبة له، كبار الموظفين في الدولة، كل دول
كان ليهم املاك، واملاكهم كانت تورث. طبعا هنا بيحافظ على ايه؟ على امنه هو، وعلى استقراره هو، وعلى اخلاص هؤلاء ليه. تمام. فكان يمنح بعض الملكيه. يبقى هنا في الغالب ان كانت الاراضي ملك لايه؟ ملك للفرعون، ملك للدوله ممثله في فرعون. الفلاحين بيقوموا بزراعتها بس، ومقابل دفع ايه؟ دفع جزء الاكبر من المحصول للايه؟ الدوله كضريبه. ما كانش فيه ملكيه خاصه الا لايه؟ التي يمنحها الفرعون للجنود المخلصين او لكبار الموظفين، وده بيبقى ملك ليهم وايه؟ ولورثتهم. طيب، في حاجه كانت اسمها ملكيه الاوقاف. يعني ايه ملكيه الاوقاف؟ كانت كلمه اوقاف هنا يعني واقفه على حاجه معينه، ان الارض دي نصرف منها على ايه؟ على حاجه معينه. طيب، وديت كانت اراضي خاصه بالانفاق على الايه؟ على المعابد والمقابر. الارض دي الفلاحين يصرفوا منها ويعطوا الضرائب بتاعتها، خلاص. بس الارض دي هننفق منها على المعبد وعلى الايه؟ وعلى المقابر اللي كانت موجوده. تمام. 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 طيب. اوكي. طيب، ايه دور الدوله في تحقيق التنميه الزراعيه؟ الدولة كانت بتعمل ايه؟ هو ليه الفلاح كان بيدفع الضريبة ديت، والضريبة الأكبر من المحاصيل الزراعية؟ وهل الدولة كانت بتساعده ولا كانت سايباه كده وخلاص؟ لا طبعا، الدولة كانت بإيه؟ كانت بتساعده. خاصة كانت في نهضة زراعية كبيرة جدا، خاصة في عصر الدولة الإيه؟ عصر الدولة الوسطى. ماشي، اللي هو كان عصر الرخاء الاقتصادي. طب في هذه او في هذا العصر الدولة عملت ايه؟ قال لي الدولة هنا اقامت مشروعات للري، السدود والقناطر. ماشي، اقامت مشروعات للايه؟ للري، الترع والقناطر. اقامت سدود للحد من اثار الايه؟ الفيضان. لان زي ما قلنا ان مصر قبل، طبعا منذ القدم كان هناك وقت للايه؟ للفيضان. فكان النهر النيل بيفيض على الاراضي الزراعيه، بيزيد عن المجرى بتاعه، وبالتالي كان بيفيض على الارض. طبعا من اهم الامثله اللي كانت موجوده سد اللاهون في الفيوم، واللي كان بناء ابن محات الثالث. طيب، الدوله اهتمت بزياده مساحه الاراضي الزراعيه، طبعا عن طريق مد الايه؟ مد الترع ومد القنوات، وبالتالي بيزيد مساحه الاراضي الزراعيه. الدوله كانت بتشرف على مشروعات الري ديت، لانها كانت دايما بتحتاج الى ايه؟ الى صيانه، وما كانش هينفع ان الفلاح يفضل يعمل الصيانه ديت، لانها بتحتاج الى واموال مختلفه. فهنا تشرف الدوله على مشروعات الري وعمليات الزراعيه المختلفه او الزراعه المختلفه. يبقى هنا في اربع حاجات ان الدوله او دور الدوله ساهم في عمليه التنميه الزراعيه: إقامة مشروعات الري، إقامة السدود للحد من آثار الفيضان. يبقى لو احنا قلنا بما تفسر أقامة الدولة السدود، أو اهتمت الدولة بإقامة السدود، هنقول له للحد من آثار الفيضانات. إن الدولة اهتمت بزيادة مساحة الأراضي الزراعية لتوفير قدر أكبر من المحاصيل. الدولة كانت بتشرف على مشروعات الإيه؟ على مشروعات الري. طيب، عن طريق ايه؟ عن طريق اداره اسمها اداره الزراعه، اداره مختصه بشؤون الزراعه، عامله زي وزاره الزراعه دلوقتي. الادارات اللي هي المختصه بشؤون الزراعه ديت جواها اداره مسح الاراضي. ايه مسح الاراضي ديت؟ اداره تعرف مساحه الاراضي اللي موجوده عندنا، والارض ديت صالحه للزراعه ولا لا، والارض ديت غير صالحه للزراعه، ونبتدي ايه؟ ونبتدي نغذيها، ونبتدي نعرف إيه الكلام ده كله. اداره الري اللي كانت بدورها تقوم بحفر الترع والقنوات والسدود. الاداره المحليه داخل الاقاليم، وهنا الاقاليم وديت زي المحليات كده اللي موجوده عندنا دلوقتي في المناطق. انا عندي المحافظه مقسمه الى مجموعه من المناطق، فداخل كل منطقه في مدير للاداره ديت. تمام، هو مشرف عليها. فهنا الاداره الايه؟ المحليه اللي موجوده داخل الايه؟ داخل الاقاليم. اداره الزراعه اللي زي ما قلنا وزاره الزراعه اللي كانت بتشرف على الايه؟ على الادارات دي كلها. تمام. طيب، يبقى هنا الاشراف على تمام. مشروعات الري من خلال الادارات المختلفه، وكمان من خلال الاداره السليمه والحازمه لمواجهه الايه؟ الازمات.
تمام. وده كان بيحصل في وقت الأزمة أو وقت الفيضان أو وقت مواجهة الطوارئ، زي ما حصل وفي قصة سيدنا يوسف. وقصة سيدنا يوسف أكبر شاهد ودليل على إدارة الأزمة في الوقت ده. لما في القصة نفسها عارفين إن الملك قال إني أرى 7 بقرات عجاف إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. مش كده؟ فلما قص هذا القصص على سيدنا يوسف، سيدنا يوسف قال له إن هيبقى في عندك 7 سنين رخاء، 7 سنين كلهم كلهم محاصيل والكلام ده كله، وهيجي بعديهم 7 سنين في جفاف. فسيدنا يوسف طبعا لما قال له الكلام دوت، وقال له الاقتراح ان انت خزن في ال7 سنين الثمان دول اللي فيهم محاصيل كتيره لل7 سنوات العجاف. فطبعا دي كانت اكبر دليل على اداره الايه، اداره الازمات. تمام. تمام. طيب، عندي هنا مشروع زي مشروع سد اللاهون اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيوم دي، كده منطقه الايه، منطقه الفيوم. وهنا ديت بحيره موريس اللي هي بحيره فرعون دلوقتي، او بحيره قارون اللي موجوده في الفيوم. اللي أقام مشروع سد اللاهون دوت. وهنا طبعا سد بني على آم، آم، ترعة اللي هي ترعة بحر يوسف اللي بتوصل من نهر النيل اللي بتدخل المية لمنطقة الفيوم. أقام هنا السد، لأن طبعا منطقة الفيوم أراضي أرض منخفضة، فلما هيجيها المية بغزارة ممكن تغرق هذه الإيه، هذه الأراضي. فطبعا هنا هذا السد اللي بناه أمن محات الثالث، الهدف منه منع الفيضان بل لما يغرق الاراضي الزراعيه اللي موجوده، ويخزن الايه، ويخزن الميه. يبقى هدف السد بوجه عام ان هو منع الفيضان وتخزين الايه، وتخزين المياه. وطبعا ارتبط هذا السد ببعض المشروعات، حفر الترع والمصارف والجسور. وكانت النتيجة اللي ترتبت على بناء هذا السد إن زراعة حوالي 27 ألف فدان في إقليم الفيوم، وإنشاء مدن جديدة حول بحيرة موريس. يبقى هنا لما أتكلم وأقول إيه هي أهمية سد اللاهون، هقول له منع الفيضان من الأغراق الأراضي الزراعية في الفيوم، تخزين مياه الفيضان للاستفادة منها، وطبعا النتيجة المترتبة عليها زراعة 27 ألف فدان في اقليم الفيوم، وانشاء مدن جديده حول بحيره موريس. تمام. طيب، ارتبطت تمام. بالزراعه عندي فكره تربيه الايه، تربيه الحيوان. ماشي، ارتبطت بيها تربيه الايه، تربيه الحيوانات، وهي حيوانات المرعى. فكانت مصر لديها ثروه حيوانيه كبيره، خاصه في منطقه الدلتا. اشمعنى منطقه الدلتا؟ قال لي هنا بسبب توفر المراعي الطبيعيه بها، سبب توفر المراعي الطبيعية اللي موجودة ايه، اللي موجودة فيها. وكان بيقوم برعي الماشية طبعا طائفة من الرعاة الايه، المحترفين. ماشي، محترفين بالنسبة للرعي هنا مش جايبينهم من بره يعني يحترفوا، لا ده هم كلمة محترفين في الجزء ده معناه ان هم متخصصين في التربية فقط. ومش مش اي متخصصين في التربيه، لا ده كل واحد فيهم بيربي نوع من الايه، من الماشيه. وعندي طبعا اشهر الحيوانات اللي كانت موجوده عندنا، عندي زي البقر، وده احتل المكانه الاولى. بعد كده الاغنام والماعز، وبعديها الطيور اللي كانت تربى في بالنسبه للفلاح، بط ووز ودجاج اللي هو الفراخ والحمام. وطبعا اهتموا بتربيه العسل منذ القدم. وكان العسل ده كانوا بياخدوه وبيصدروه الى الايه، الى الصين. فالمصريين القدماء اشتهروا منذ القدم في عمليه الايه، عمليه رعي الحيوانات. تمام. طيب، هو ليه المصري كان يرعى وكان يربي حيوانات؟ هو هيستفيد منها ايه؟ هيعمل بيها ايه؟ البقر والغنم والماعز والطيور والنحل الكلام ده كله. اولا بيستفيد منها من لحومها، من اصوافها، من وبرها.
الوبر اللي هو الفرو بتاعها، يعني زي فرو الجمل كده، تمام، من الجلود بتاعتها، من اللحمه بتاعتها، كل ده ايه استفاده منها. يبقى هنا استفاده من لحومها، اصوافها، اوبارها، وشعرها، جلودها، وبالتالي طبعا الايه اللحوم. بس كده لا، ده بالنسبه للفلاح كمان كانت هناك بعض الحيوانات، وكل ده اللي هي بيستفيد منها في اعمال الايه، اعمال الزراعه واعمال النقل، اعمال الزراعه والايه والنقل. طبعا لو بصيت وشفنا الصور بتاعت زمان، او حتى رجعنا للصوره الاولانيه اللي كانت موجوده عندنا، هنبص هنلاقي ان هو ايه استخدم بعض الحيوانات في عمليه الايه، في عمليه الزراعه. هنلاقي ان مثلا هنا صوره للبقره وهو بيعمل الايه المحرات بالشكل القديم. وكان البقر كان بيحرث الارض، بيخطط الارض الزراعيه، او كان الفلاح بيرمي البذور في الارض ويسيب الماشيه، بحيث ان الماشيه تضغط هذه الحبوب في الارض الزراعيه. فكانت الحيوانات بتساعد الايه، بتساعد الفلاح في عمليه الزراعه. النقل طبعا عند الحيوانات زي الحمار، زي الحصان، وزي البقر ايضا، كان بيحمل الحبوب او المحاصيل وبينقلها من مكان لايه، من مكان لمكان. تمام. تمام. تاني. طيب، الصيد. وهنا اختلفت انواع الايه، انواع الصيد اللي موجود عندنا. فهناك صيد البر، وهناك صيد الطيور، وهناك صيد الاسماك. يبقى انواع الصيد اللي موجوده عندي هنا صيد البر، صيد الطيور، وصيد الايه، وصيد الاسماك. صيد البر وده هنا بيقوموا بصيد الحيوانات اللي موجوده في الصحراء، زي ايه، زي الغزلان، زي الاسود. والصيد هنا ده ما كانش بيهتم بيه عامه الناس. مش كل الناس بتهتم ان هي رايحه تصطاد اسد. هو الاسد ده انا هعمل بيه هاكله؟ لا. الغزاله ماشي، بس هنا ما كانش بيصطاد بيها عامه الايه الناس، مش بتهتم بالحوار ده. ليه؟ قال لي ده كانت وسيله لكسب العيش. ماشي. هنا ما كانتش وسيله ان انا اشتري وابيع منها. انا هصطاد بس هنا الصيد للرياضي، هو بيمارس الرياضه. فرعون بيخرج في رحله صيد، ماشي، الاغنياء بيخرجوا في رحله صيد، انما ما كانش لعامه الناس. انا مش هصطاد اسد وابيعه. لا، ده كانت فخر بالنسبه للفرعون ان هو هيخرج في عمليه صيد، ان هو يصطاد الايه، يصطاد الاسود مثلا، فيبقى دليل على شجاعته ودليل على قوته. فهنا هذا الصيد اللي هو صيد الغزلان وصيد الاسود لم يهتم به المصريين، لانه ليس وسيله لكسب الايه العيش، بل كان رياضه لعليه الايه، لعليه القوم. تمام. طيب. فبيقول تمام. لي هنا لو قلت هنا مثلا سؤال، اختار هنا مثل صيد البر عند المصريين القدماء احد مظاهر التنميه الاقتصاديه، الترفيه لعامه المصريين، التقسيم الطبقي، التنميه التجاريه. ترفيه لعامة المصريين. ما احنا قلنا ده مش لعامه المصريين، هو كان ترفيه لعليه القوم. فده بيعتبر جيم اللي هو تقسيم الايه، التقسيم الطبقي. ان في عامه المصريين وفي عليه القوم. عليه القوم كانوا بيصطادوا صيد البر، البر ده، انما المصريين، عامه المصريين ما كانوش بايه، ما كانوش بيهتموا بيه. تمام. 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 ماشي. طيب، عندي بعد كده هنا صيد الايه، صيد الطيور. وده ما كانش بيحتاج لمجهود كبير، وزي ايه، زي صيد السمان وصيد البجع. ماشي. هم كانوا بيعملوا شبك، خلاص، او افخاخ، وكانوا بيصطادوا الايه، يصطادوا هذه الطيور. طيب، صيد الاسماك طبعا عندي هنا موجود بقى في النيل والترع والبحيرات، وهي مصدر اساسي للايه، للغذاء، خاصه للطبقات الايه، للطبقات الفقيره. يبقى هنا صيد الاسماك للطبقات الفقيره لانه مصدر اساسي للغذاء، وطبعا بيع وشراء. ماشي. عندي هنا صيد البر لعلية القوم، صيد الطيور برضو كان لايه، لكل الناس، وده ما كانش بيحتاج مجهود كبير. يبقى دي كده الزراعة والأعمال المرتبطة بيها. فيها أي مشكلة؟ لا، تمام.
تمام. طيب، تاني حاجة هنتكلم عليها بالنسبة للمجال الاقتصادي، عندي الايه الصناعة. طيب، المصريين استثمروا الموارد بتاعتهم اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لأرض مصر، من سواء أخشاب، سواء أحجار، أو معادن. يبقى أخشاب أو أحجار أو إيه أو معادن، وعرفوا خصائص وفوائد كل حاجة من الإيه من الحاجات دي. وطبعا هنا استطاعوا إقامة نهضة صناعية قوية جدا، وكانت هذه النهضة هي إحدى الركائز الرئيسية لقيام الحضارة المصرية القديمة. يبقى هنا بنقول استثمر المصريين القدماء الموارد اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها للمصريين، سواء خشب أو حجر أو معدن، وعرفوا خصائص وفوائد، واستطاعوا طبعا إقامة نهضة صناعية قوية، كانت إحدى الركائز الرئيسية لقيام الصناعة. طيب، الحياة الصناعية اللي كانت موجودة اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية. اعتمدت على الشخص المصري الصانع المصري الماهر، اعتمدت على الدولة، تمام، في تنمية الصناعة زي ما شفنا الزراعة، وطبعا كانت فيها بقى الصناعات اللي كانت موجودة. طيب، الأول لو اتكلمنا فيها نتكلم عن الصانع المصري. وقبل ما اتكلم هنا عن الصانع المصري هنشوف حاجة. طيب، نعمل تمام. اوكي. طيب، عندي هنا الصانع المصري. بيقول ان الصانع المصري كان دايما او في اغلب الاحيان كان بيتم توريث الصناعه من ابوه جده، وكان بيورثها لابنائه. وده ادى لاتقان الحرفه وتطويرها من جيل لجيل. الاب طبعا لما هيدي الحرفه ديت لابنه هيديها له بكل الخبايا بتاعتها، وبالتالي الاب نفسه بيعطيها لابنائه. ماشي. وده زي ما قلنا كده ان اعطى اتقان للحرفه وتطويرها، وبقت متركزه في عائلات معينه يعني. الصانع المصري كان ليه الحق في مزاوله اي حرفه هو عايزها. وبدات هنا توصل كفاءه وخبره العمال المصريين الى الاتقان، وهي الجوده العاليه اللي كانت أدت إلى تقدم. أنا طبعا لما أتقن عمل لشيء أبتدي أطوره، تمام، خاصة بعد لما عرفوا خصائص وأسرار المواد الخام. كل مادة خام كده ليها خصائص وأسرار. يعني إيه يا مستر ليها خصائص وأسرار؟ يعني لما أقول الخشب ده قوي، أو الحجر دوت قوي صلب، ما حدش يقدر يحفر عليه. إنما لما ابتدوا يعرفوا الكلام دوت، وابتدوا يعرفوا خصائص كل مادة، ابتدوا يشكلوها وابتدوا يستخدموها وابتدوا يصنعوا منها اشياء بتنفع لهذه الماده. تمام. يعني لما جم يعملوا تماثيل، لما جم يعملوها من الخشب كانت طبعا ده في وقت ايه فقر. انما لما عملوها من الحجر ده وقت كان وقت رخاء. تمام؟ طيب، ما يعرفوش يصنعوا سفن من الحجاره، تمام، انما السفن اتصنعت من الخشب لان هي كانت تطفو فوق المياه. تمام. بنفس الفكره دي. فزي ما بنقول ان وصلت كفاءه وخبره العمال المصريين الى اتقان، خاصه بعد ما عرفوا خصائص واسرار المواد الخام اللي كانوا بيستخدموها. وزي ما احنا عارفين قد ايه ان المصريين القدماء، وان المتاحف حاليا دلوقتي مليانه بالحاجات اللي هي فيها اتقان كبير جدا. طيب، الدولة عملت ايه في حوار الصناعة ده؟ قال لي الدولة هنا اهتمت بعملية الصناعة اهتمام كبير جدا. اهتمت باستخراج المعادن.
اهتمت بتوفير الامن والحمايه لبعثات التعدين اللي موجوده في الصحراء، علشان ما يطلعش عليهم قطاع طرق او حد يسرق منهم المعدن اللي هم فيه. وطبعا هنا كمان توفير الامن والحمايه بيوفر لهم مسكن، بحيث ان هو يستخرج المعدن بكل سهوله. الملوك كانوا بيفخروا انهم بيعطوا العمال حقوقهم ويمنعوا عنهم السخرة. طبعا هنا حوار السخرة هو العمل بشكل دائم في حاجة معينة. فكان العامل الفني اللي عنده صنعة كان يمنع من السخرة. السخرة مثلا زي عملية بناء الهرم، هو دوت عمال بيشيل حجاره وعمال بينقل حجاره وعمال بيوديها على يمين وشمال، وحد مش عارف بيحفر فين. انما العمال ما كانوش بالشكل ده. فكان الفراعنه او الملوك الفراعنه كانوا بيفخروا بان هم بيدوا للعمال حقوقهم وبيمنعوا عنهم السخر. اجور العمال كانت تصرف على شكل مخصصات عينيه، محاصيل بقوليات، لان طبعا هنا لم تعرف الدوله القديمه النقود، بل عرفت عمليه المقايده. تمام. انما عرفوا تمام. النقود بعد ذلك، يعني في عصور، اما نيجي نتكلم من التجاره هنعرفها. وكانت اول عمله موجوده في قرية في ليديا. طيب، اهم الصناعات اللي موجوده عندي الصناعات اللي هي صناعات مصريه، زي الصناعات الحجريه، ودي اقدم انواع الصناعات. صنعوا منها تماثيل، اواني، وتوابيت. صناعات فخاريه، ودي تستخدموها جايه بقى من الطمي نفسه، وده بيصنع منه برضو الاواني. يصنع منه الطوب لعمليه البناء. بيصنع منه ايضا تماثيل. هنا صناعات حجريه، بعد كده صناعات فخاريه. مهم الترتيب ده، ان احنا نعرف قد ايه الصناعات اتطورت. كانت من الحجر، وبعد كده الفخار، بعد كده الزجاج. وهنا عرفوا صناعه الزجاج من الرمال البيضاء اللي موجوده طبعا ومنتشره في الصحاري المصريه. بعد كده رابع حاجه كانت الصناعات المعدنيه. صنعوا الذهب، وديت المصريين القدماء اظهروا براعه كبيره جدا في عمليه صناعه الذهب، اللي هي صناعه الحلي، اللي هي الاكسسوارز بتاعه النساء، صناعه الاواني والاقنعه. وايضا تيجان الملوك والتوابيت، زي التابوت بتاع الملك توت عنخ امون. عرفوا الفضه واستخدموها أيضاً استخدام، ولكن استخدام محدود الى حد كبير عن الذهب. يبقى هنا صناعات حجريه، صناعات فخاريه، صناعات زجاجيه، صناعات معدنيه. عندي صناعات خشبيه، وهنا استوردوا بعض الاخشاب من عندي طبعا من بلاد فينيقيا، لان طبعا هناك خشب اللي كان اشهر الاخشاب اللي كانت موجوده في مصر كانت غير صالحه لصناعه السفن. فهنا استوردوا الاخشاب الجيده. تمام. احنا عندنا خشب زي شجر الجميز، وده كان بيشرب الميه، وبالتالي طبعا ده غير صالح. استوردوها لعدم توفرها في مصر، زي خشب الارز في لبنان وخشب الابانوس. صنعوا منها السفن والاساس والتوابيت والابواب. كانت هناك بعض الصناعات القائمة على نبات البردي، اللي هم استخدموا منه الورق، وهم أول من صنعوا الورق في العالم. صنعوا منه المراكب الخفيفة، البوت، المراكب اللي هي الصغيرة. صنعوا منه السلال والحبال والحصر والفرش. عملوا كمان صناعة الغزل والنسيج، استخدموا فيها الكتان والصوف والحرير في عملية النسيج. وكان اللي بيصنع الكلام دوت النساء، استخدموا كده المغازل من الخشب لغزل النسيج دوت، واستخدموا الأنوار. استخدموا أصلا، أو كانت هناك صناعة الجلود. والمصريين تقدموا في حوار دباغة الجلود. دباغة الجلود هنا يعني صبغها، إعطائها اللون. وصنعوا منها أحذية ومقاعد وأغطية الوسائد، أرضية العربات، وقرب المية اللي كانت بيشيل فيها المية. الصناعات ديت مهمة جدا في حوار دبغ الجلود. الجلد لما احنا بنذبح الحيوان
الجلد دوت لو ما اتدبغش بشكل كويس بيعفن وبيطلع ريحة، وبيبقى استخدام ضعيف جدا. إنما تقدم المصريين في عملية دبغ الجلود، صنعوا منه الأحذية، صنعوا منه المقاعد اللي هي الكراسي، صنعوا منه أغطية الوسائد اللي هي أكياس المخدات، صنعوا منه أرضية للعربات اللي كانوا بيركبوها، حطوها على الارضيه، صنعوا منها قرب الميه. عايزك تخيلي كده قربة الميه اللي كان بيتحط فيها، يعني جلد حيوان بيتحط جواها ميه عشان الناس تشرب منها، فقد ايه بقى الجلد ده صالح ان الناس ان يتحط فيه ميه والناس تشرب منه. طيب، هنقف لحد هنا ونكمل ان شاء الله